السلام عليكم ومرحبا بكم. نتمنى ان شاء الله كامل تكونوا بخير. قبل ما نبداو هاد لا فيديو نصلوا كامل على النبي عليه الصلاه وافضل السلام. كما راكم تشوفوا هنا البنات، اليوم جبت لكم هاد لا كولور اللي بزاف شابه. جبت لكم دو كولور ماشي غير وحده. كاين بزاف اخوات يعني يسالوا بزاف على لي كولور وكيفاش يخرجوا لهم وكيفاش يديروا لي ميلونج باش يخرج لهم هاد لا كولور الشابه اللي فوق ليماج ولا حتى بلا ليماج تقدر تخرج لكم الميلونج اللي راح نعطيه لكم. ميم اللي عندها الشيب ولا وحده هبطت لها لا غاسين وكانت دايره من تحت ليماج ولا لا كولور، راح تقدري تصحيها بهاد المصححات اللي راح نعطيهم لك ولا بهاد لي كولور اللي راح ندمجوهم كيف وتخرج لك لا كولور اللي بزاف شابه. باغ اكزومبل كيما هذه الزبونه اللي عندها لا غاسين، عندها واحد 6 موا هكاك ملي دارت لا كولور مع ليماج ومن بعد هبطت لها وحبت تصحح اللون بلا ما تعاود ليماج تاعها وتولي لها بالياج كيما هنايا البنات، ولا تولي لها كما نقولوا بالياج ولا الامبري. كل وحده كيفاش تحب. ليسونسيال نعطيكم لي ميلونج. هنايا عندنا لا كولور 11 فلوريات 11 وعندنا رقم 23 فلوريات ثانيت هنا، وعندنا ثانيت المصحح البنات اللي راح تشوفوه معايا. هنايا عندنا مصحح رقم 38 وعندنا عندنا رقم 25 اللي فلوريات. هاد الارقام الاربعه يعني 4 ارقام عندنا 38 25 11 و23 راح نخلطوهم كامل كيف مي هنايا البنات ردوا بالكم اللون الازرق اللي هو رقم تاعو 38 فلوريات ديروا منه يعني شويه كيما حبه الحمص، يعني الحجم تاع حبه الحمص تخلطوها مع لي كولور تاعكم. ال11 ديروا معها نص، ال25 ديروها كامل و23 ديروها كامل. نعاود ال11 نديروا منها نص، 25 نديروها كامله، 23 نديروها كامله ونخلطوا مليح لي كولور تاعنا. هذه دائما نقولها لكم البنات، شوفوا جامي تغفلوا على الالوان سورتو في لي ميلونج. كي ديروا لي ميلونج باش تنجح لكم لا كولور لازم تخلطوا لي كولور تاعكم وتدمجوهم وتولي لكم كيما لا مايونيز باش تخرج لكم لا كولور وحده في شعركم. سينو لما خلطتوهاش مليح تخرج لكم تدرجات في الشعر. كاين بزاف اللي تصرى لهم تخرج لهم تدرجات يحيروا. وعلاش؟ هي الخطا منك نتيا اللي ما خلطتيش صبيغه مليح. عندك لوكسيدو الفول تاعو 30 تخلطوا مع هاد المكونات ولا هاد الصبايغ اللي قلت لكم. لوكسيدو رقم 30 عندكم البنات لا كولور 23 كامل 25 كامل 11 نديروا منها نص. عندك الرقم ثاني 38 نديروا منها قد الحبه تاع الحمص. عندك هنا البيوبلكس البنات اللي خاصه بالصبيغه تقدروا ديروا من غير فاتحه القهوه صغيره من هاد الحبيبات اللي راكم تشوفوا فيهم بزاف هايله سورتو الشعر اللي يكون مضرور ولا يكون يتكسر ولا راح يساعدكم ويعطيكم النعومه ويحافظ على الشعر تاعكم. هنا البنات شوفوا كيفاش ندير. قلنا الزبونه تاعنا عندها لا غاسين، نفوت كي نخلط الصبيغه تاعي ندير في لا غاسين برك، يعني نصبغ غير لا غاسين اللي راهي كحله ولا شاطه ولا كل وحده لا غاسين تاعها كيفاش نخليها تبدا تخرج لها واحد 10 دقائق هكاك. ومن بعد كي نشوف لا كولور تاعي بدات تخرج نعاود نابليكي على كامل الشعر تاعي بنفس لا كولور اللي كنا خلطناها مع بعض. نستناه 10 دقائق ربع ساعه كل وحده وشعرها. كاين اللي تنثم يخرج، كاين اللي يطول شويه على حسب الحراره تاع المنزل على حسب الفصل. ليسونسيال البنات تخلوه حتى يبدا يخرج لكم ومن بعد تغسلوه. وها هي هنايا النتيجه البنات اللي بزاف هايله خرجت. عاودنا صححنا اللون وشغل الكليونت تاعنا دارت لا كولور جديده من دارا وجديد، يعني تبان جديده، تبان لا كولور فيفونت. ما تروحيش تضلي تخسري في دراهمك ولا تضلي تعاودي لا كولور وشعرك يتخسر ولا تعاودي ليماج فوق ليماج وشعرك يتكسر. ما تكذب عليكم حتى وحده، ليماج فوق ليماج الشعر يتكسر مهما كان البرودوي بروفيسيونيل، يعني يعطيك الطعم مره 2 3 مع الوقت يبدا يتكسر لك شعرك. يبا جربوا تصحوا شعركم بهذه الطرق اللي رانا نمدوهم لكم هكايا ونفيدوكم بهم ان شاء الله تستفادوا. البنات اللي ماهيش مشتركه في القناه ما عليها غير تشترك وتضغط زر الجرس. كل مره نحط لكم هكذا لي فيديو يفيدوكم ان شاء الله. مع تجربتي دائما نحط لكم الحاجات اللي يفيدوكم ونصائح اللي انا نعرفهم ونفيدكم بهم ان شاء الله. نتلاقاو في فيديو جديد باذن الله تعالى. سلام.